خلع الضروس في التقويم او خلع الاسنان، او نخلع ولا ما نخلعش. كل ده هنعرفه في الفيديو ده. امتى بنخلع، ليه بنخلع، ما نخلعش امتى، هل ممكن ما يخلعش خالص في التقويم. كل ده هتعرفه في الفيديو ده. بس قبل اي حاجه يا ريت نشترك في القناه وفعل الجرس. معكم الدكتور محمد الزلوعي، استشاري تقويم الاسنان. يلا بينا نبدا. سؤال بيجي لي كتير جدا من المرضى اول لما نبدا قصه الخلع، وتلاقي الام او الاب: يا دكتور انا مش عايز اخلع، يا دكتور، او هي البنت نفسها: انا مش عايز اخلع، انا عايز اعمل تقويم من غير خلع. في طبعا بنحترم رغبه العيان، وفي بعض العيانين بنقول له والله ما هياش في قدرتنا، ويعني لو انت مش عايز تخلع فمش علاجك عندنا. خلينا نبسط الامور. لو انت عندك كنبه، الكنبه ديت بتشيل 4 اشخاص او 5 اشخاص، هي جه يقعد عليها 6 أو 7، هيبقوا شكلهم عامل ازاي على الكنبه؟ هتلاقي لو جم قعدوا هتلاقي واحد راكب فوق التاني، واحد قاعد على ده رجل ده، وده راح قاعد على كتف ده ومتزنق وعامل كده وعامل كده. لكن لو هي بتشيل زي ما بنقول 4 أو 5، الخمسة أو الأربعة قاعدين واخدين مسافاتهم لازقين في بعض مكانهم في تمام. فهو عايز يقول لي المريض: لا أنا ماليش دعوة، قعد لي ال6 أو ال7 دولت وخليهم مظبوطين وقاعدين مظبوطين وانا ماليش دعوه. ساعتها بقول له مش في قدرتي بعض الحاجات، يعني التوقعات الغير مقبوله بالنسبه للمريض ما نقدرش نخدعه ونقول له والله لا احنا هنعمل لك، واحنا ما نقدرش نعمل. وخلينا ناخد بعض الامثله في حالات بقى ازدحام الاسنان ومش عايز يخلع. نتوقع هنحط الاسنان مصفوفه، ايه اللي هيحصل للاسنان ديت؟ هي هتبقى عامله كده في مكان، طب هم مثلا المكان ده ضايق عليهم، هيضطروا ان هم يحدفوا لبره. طب ايه لما يحصل لما يحدفوا لبره؟ ممكن الجذور بتاعتهم او العظم اللي بيحمي الجذور يتاكل، والسنان دي تتلخلخ وتلاقيها اتخلعت. شفت وصلت ليه؟ بعض الاسئله برضو اللي بتيجي من الامهات: يا دكتور محمد معلش انا عايز اخلع ضرس واحد، او عايز اخلع بس تحت بس، او عايز اخلع فوق بس، او عايز اخلع ناحية وناحية لا. خلينا لو اسنان عضتها طبيعية وفيها ازدحام، وكان خطة العلاج بتاعتها 4 خلعات، 2 فوق و2 تحت، ايه اللي هيحصل لو خلعنا 2 تحت، وايه اللي هيحصل لو خلعنا 2 فوق بس؟ هيحصل خلل في العضة وخلل في الإطباق على طول. العيان هيتحول من عيان عنده ازدحام في الأسنان لعيان عنده بروز في الفك، سواء العلوي أو الفك السفلي. يبقى احنا عقدنا المشكلة. عيان عنده مشكلة الضب مثلا، وهو المفروض يخلع خلعتين بس فوق، ايه الخلعتين؟ جينا خلعنا له فرضا في الحالة دي 4 خلعات، ما حلناش مشكلة، راحت الخلع. يبقى إذن الخلعات بتحصل وفقا لخطة العلاج الموضوعة مسبقا. طب هنفترض برضو العيان ابو 4 خلعات اللي احنا خططنا ان احنا نعمل له 4 خلعات ده قال لي لا انا عايز اخلع في ناحية وناحية لا، هيحصل خط الوسط او الاسنان بدل ما هي في النص كده ديت زي خط وسط الاسنان، هتلاقي السنان حدفت بقى فك، ويقول لك فك حدف. وهنتعرف في الفيديو ده واحده بواحده امتى بنخلع كل الضرس او امتى بنخلع كل سنه وليه بنخلعه. تعالوا نبص على الاسنان السفليه. خطه العلاج عند العيان كان عنده خلع، ولقينا الاسنان الاماميه فيها مشكله، في سنه من الاسنان فيها مشكله، او يعني مثلا انسحاب في اللثه شديد، او فيها باثولوجي يعني فيها عايزه تتعمل حشو عصب واندو وكلام من كده، واحنا محتاجين المسافه اللي تحت. بيكون السنه ديت مرشحه للخلع عشان نلاقي مسافه. او في خلل ما بين الفك العلوي، حجم اسنان الفك العلوي وحجم اسنان الفك السفلي، فعشان نفك الخلل ده ان حجم الاسنان اللي تحت كبير شويه عن الطبيعي، فبنخلع سنه واحده من الاسنان اللي تحت. نخش على اللي بعده، الانياب اللي تحت. احنا ماسكين الفك كله في كل فئه لوحده. الانياب اللي تحت امتى بنخلعها؟ لما بيكون ملهاش مكان، بمعنى هي طبعا دي من الحاجات النادرة خلعها. ليه؟ لان الانياب الجذور بتاعتها طويلة وليها اهمية كبيرة جدا في العض، بس حالة فيها ضرس السن الناب بتاعه بايظ مسوس وحالته منيلة ب60 نيلة واحنا محتاجين المسافة دول، فبدل ما نخلع ضروس سليمة يبقى هو مرشح في انسحاب في اللثة طالع بره خالص اكتوبك او مدفون، بيكون مرشح. نخش على اللي بعد الناب، الضرس اللي بعد الناب على طول اللي هو الفورس، وده اكتر حاجه كومن. ممكن 60% من الحالات بنخلع فيهم اللي هو اللور فورس او البريمولرز او الضروس اللي هي على طول جنب الناب، دي 60% من الحالات. نطلع على اللي بعده، الفايفز اللي هم اللي بعدهم يليها في نفس التأثير، ولكن مثلا في حالات الازدحام الخفيف شوية الأخف ممكن نخلع فيها الفايفز أو الضرس اللي بعديه.
مش محتاجين مسافة كبيرة، ممكن نخلع برضو اللي هو الفايف. عندنا مثلا السكسس بقى او الضرس الكبير اللي هو رقم 6 اللي هو اكبر ضرس في الفك اللي تحت، ده بنخلعه لما يكون محتاجين مسافة، بس يكون الضرس ده شرط ان هو يكون متدمر، ما بيحبس خلعه، ان هو يكون فيه تسوس كبير جدا، التسوس ده مبوظه، فبالتالي بنرشح يكون ده افضل خلع. نيجي نبص بقى للاسنان اللي فوق. الاسنان اللي فوق الاسنان الاماميه، يعني لو جينا نبص في الكتاب بتاع بريستور بتاع علماء التقويم، never the tooth of a choice to extract unless pathology، يعني دي الكلمه دي الحته الوحيده، ده السنان الاماميه ديت مستحيل تبقى هي الاختيار الا اذا كانت متدمره تماما، وساعتها بنحل محلها، بنجيب اللاترال اللي جنبها يحل محلها، او بنسيبها فاضيه ونبدا نحط مكانها امبلانت، فعشان بتبوظ شكل العيان وبيبقى بتصعب الحاله وبتطول مدتها بشكل كبير جدا لو اتخلعت. نيجي بعد كده لللاترالز اللي جنبها او دي ممكن تتخلع في الحالات اللي بيكون فيها برضو لازم كل ده نكون محتاجين المسافه، ان السنان ديت بيج شيب لاترالز، هي السنان الصغيره اللي هي البايظه ديت بتكون بالمنظر ده، دي هنا محبذ ان انت تخلعها. انزل بقى على خش على الكناينز اللي فوق، برضو من الحاجات صعب جدا خلعها، وصعب جدا انها تكون فيها ان بنختار خلعها ليه، لان اهميتها مهمه جدا بالنسبه لعظام الفك وبالنسبه للمريض وبالنسبه لشكل المريض. ولكن هنعمل ايه؟ انياب بايظه متدمره، اخلع الدايم ولا اخلع السليم ولا اخلع البايظ؟ طيب احنا بنخلعها لو افترضنا جدلا ان الضرس اللي قبل الناب والسنه اللي بعد الناب الاثنين ملتحمين مع بعض وعاملين توافق جميل، واحنا لو خلعنا الانياب ديت مش هتاثر على شيء وهتنتهي القصه وتنتهي المشكله. فبالتالي في الحاله ديت بنعتبر الضرس اللي ورا الناب ده هو الناب الجديد، وبتنتهي القصه وبنظبطه بحيث ان شكله يكون شبه الناب الجديد، وبتنتهي القصه لو احنا محتاجين المسافه. نطلع بعد كده على الفورز، نفس الشيء زي اللي تحت، من اكتر الحاجات المشتركه، اللي بعدها نفس الشيء، وهكذا للسكس. طيب يا دكتور محمد، ينفع اخلع ضرس العقل مكان الكلام ده كله؟ ممكن في حالات وحالات لا. خلع ضرس العقل او وجود ضرس العقل لا بيعمل ازدحام في الاسنان ولا بيأثر على الفك بشكل كبير، ولكن ممكن ان احنا في بعض الاحيان بعض العيان بيبقى رافض فكره الخلع تمام، فممكن نخلع له ضروس العقل ونبدا نرجع الفك كله في المكان ده، ولكن ده ما بيحبس لان نتيجته دايما ما بتكونش مرضيه قوي قد كده. خلصنا تقريبا معظم الاسنان وكده او كلها، وعرفنا الخلع، وبالتالي الخلع مهم جدا وبيرتبط بالتقويم، وبيتوقف الخلعه بتاعتك او الخلعه بناء على ايه؟ بناء على خطه العلاج اللي احنا بنقعد نحطها في الاول. عشان كده ما تروحش غير لحد متخصص في التقويم تخصص، فلا بد ان انت تفهم يعني ايه تخصص. معاكم الدكتور محمد الزلوعي، اشترك في القناه وفعل الجرس، وكان فيديو جميل، ومع السلامه، ونشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديوهات قريبه.